السلام عليكم. الامتحانات دلوقتي فاضل لها أقل من شهر ونص، وأظن إن نسبة التوتر والخوف بدأت تزيد عندك، بس افتكر في النهاية إن النجاح ده نعمة من ربنا سبحانه وتعالى بتاخدها لما تبدأ تسعى وتذاكر، والسعي ده بحد ذاته عبادة، فهنتوكل على ربنا سبحانه وتعالى وهنقول على خطة بسيطة تقدر تمشي عليها علشان تدخل الترم التاني وانت ان شاء الله عارف قدر كبير جدا من المعلومات اللي تخليك تجيب درجات كويسة في الامتحان ان شاء الله. وخلّي الآية دي برواز قدّام عينيك، وقُل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أول حاجة لازمًا تعملها هو إنك تحدد الأولويات بتاعتك، يعني أنت دلوقتي هتشوف المواد اللي محتاجة منك مجهود كبير واللي أنت أهملت فيها، وتبدأ تركّز على إنك تخلّصها. تاني حاجة خلّيها في نيتك وأنت بتذاكر هو النية إنك بتذاكر علشان نَفْسك وعلشان أهلك وعلشان تنفع الناس باللي أنت اتعلمته ده. بعد كده المواد اللي فيها حفظ زي العربي والتاريخ، الحاجات دي خلّيك ثابت عليها يوميًا. أمّا بالنسبة للحاجات اللي زي الرياضيات والفيزيا وباقي المواد اللي من النوع ده، فركّز عليها إنك تحل أسئلة عليها كتير وتفضل تدرّب نَفْسك على الحل لحد قبل الامتحانات. أمّا بالنسبة لتاني عنصر لازمًا تركّز عليه وهو استغلال وقتك. الوقت رزق من ربنا سبحانه وتعالى ونعمة تستحق الشكر، واستغلال الوقت بطريقة صحيحة ده جزء من شكر النعمة اللي ربنا اداها لك. فهتقسم يومك إنك تذاكر من 3 ل4 مواد يوميا. تاني نقطة هو إنك تركز على حل الأسئلة بتاعة الامتحانات القديمة، إنها هتهيئك وهتحطك على شكل الامتحان اللي أنت هتشوفه أول ما تدخل اللجنة بتاعتك، وده هيخليك جاهز بشكل أكبر علشان ما تدخلش تتفاجأ بأسئلة الامتحان. النقطة التالتة ما تضغطش على نفسك أكتر من اللازم، لأن لو ضغطت على نفسك زيادة مش هتقدر تذاكر والمعلومات للأسف مش هتدخل في دماغك، فوازن علشان تقدر تكمل. أما بالنسبة للنقطة التالتة هي المراجعة والتوكل على ربنا سبحانه وتعالى. إحنا كمسلمين عارفين إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، فاجتهد في المراجعة بتاعتك علشان تثبت معلوماتك وخليك واثق إن ربنا هيبارك لك في وقتك. النقطة التانية راجع المعلومات كل أسبوع بشكل متراكم حتى لو هتقسمه على مدار الأسبوع كل يوم شوية، وركز على حل الأسئلة بدل ما تضيع وقتك في مراجعة وقراءة الدرس كله. أما بالنسبة لرابع خطوة هي الراحة. احنا عارفين ان النوم الكويس بيساعدنا على التركيز والفهم، اوعى تحرم نفسك من النوم علشان تقدر تكمل وتواظب. المستمر هو اللي بينجح مش اللي ضاغط على نفسه اكتر وما بينامش. النقطة التانية لازم تاخد راحات صغيرة بين فترات المذاكرة بتاعتك، ما تنساش طبعا تبدأ المذاكرة بتاعتك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ده طبعا هيدي لك بركة كبيرة جدا وأنت بتذاكر علشان ربنا يكرمك ويوفقك إن شاء الله. فالسعي عندنا في ديننا هو عبادة، والنجاح رزق من ربنا سبحانه وتعالى ويستحق الشكر، وربنا دايما بيحب الناس المجتهدة، فاجتهد وأحسن الظن بالله. فتوكل على الله وقول لنا جملة بسيطة كده أو خاطرة بسيطة بتدل على التفاؤل أو الإيجابية أو الأمل في التعليقات علشان نشجع بعضنا إن شاء الله، ونوصل للحاجة اللي إحنا عايزينها وناخد درجات كويسة جدًا في الامتحانات بتاعتنا إن شاء الله. شارك الفيديو مع أصحابك لو عجبك واستناني في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.